يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح الياسمين وصباح الطاقة الإيجابية. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله من آخر فيديو. أنا ما كنتش مشغلة الفلاشة، عمالة أشوف بتشتغل ازاي عشان التليفون ده ساعات بيعلق معايا. بصوا بقى، صلوا على النبي الأول، واللي ما عمليش لايك يعمل لي لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويزعل قال ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا مني كل فيديو جديد يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى أسعار السوق النهارده كده. النهارده الخميس ولسه مصوره لكم الفيديو، هينزل لكم مش عارفه ينزل لكم امتى عقبال ما يحمل. اول حاجه اللهم صل على حضره النبي، البصل زي ما هو، ما لا زاد ولا نقص. الكيلو ب 20. انا جبت كيلو لان كان خلص من عندي بصراحه. ماشي كده، اللهم صل على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. جبت نص كيلو بطاطا لان المره اللي فاتت لما جبت وعملت الكيلو على بعضه والله يعني بيدوقوها البنات بيدوقوها، لكن انا ومحمد بالله بناكلها. فجايبه بنقي الرفيعه دي عشان العصافير، جوزي بياكلها للعصافير. انتوا عارفين ان احنا عندنا عصافير كوكتيل، فهو بيقشر لها. والبطاطا دي يعني مثلا ياخد له واحده اتنين كده، بياخد منهم بيجر منهم. فانا بجيبها له طازه اول باول. فانا جبت نص كيلو بطاطا، قلت اعمل كام واحده كده اشوحهم، اشوي واحدتين كده الكبار والباقي هخليه للعصافير. يبقى الكيلو البصل احنا جبناه النهارده ب 20. البطاطا ب 8 جنيه، جبت نص كيلو ب 4 جنيه. ماشي، هو تحت طبعا في البصل. اللهم صل على النبي. القوطه الكيلو ب 10 جنيه، زي ما هي برضو. القوطه كانت ب 12 بقت ب 10 دلوقتي، رخصت 2 جنيه. آه اللهم صل على حضره النبي. انا لسه جايه من بره والله العظيم، لسه ما قلعتش. بصوا لسه بالعبايه ما قلعتش. قلت الحق اصور لكم بس الفيديو قبل ما ايه، اغير هدومي، عشان بخش في التلاهي بتاعت الحياه اللي انتوا عارفينها دي، وبنسى كل حاجه وبنسى كمان الاصور. بصوا بقى، والويكا اللهم صل على النبي. عايزه اقول لكم ان انا ما عملتش الويكا دي في حياتي من ساعه ما اتجوزت كم مره على بعض، لان مش بياكلوها عندي قوي، بس انا نفسي بتروح لها يعني كل ما اشتاق لها بجيبها واعملها انا اللي باكل منها. هم ممكن بيدوقوها، فانا بحبها قوي. الويكا اللهم صل على النبي الكيلو ب 12، انا جبت نص كيلو. والويكا كمان يا بنات، الباميه الكبيره دي بتبقى حلوه للسكر جدا جدا جدا. يعني انت ممكن تجيبيها دلوقتي وتشيليها في الفريزر، تغسليها وتصفيها في مصفى وتسيبيها لما تنشف كده وشيليها في الفريزر. جري منها مثلا على قد كام واحده، يعني تشيليها كيس صغيره كده 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 في الفريزر. للمرضى السكر حلوه قوي قوي قوي. يا ريتنا نعمل كده لنفسي، اقول لنفسي انا الاول انا السكر موجود في دمي، بس انا عامله عليه كنترول الحمد لله، ومش باخد له علاج ولا حاجه الحمد لله، ونسبته طبيعيه زي الناس الطبيعيه. بس يعني ايه، لو مثلا كلت حلويات كتير او كلت اكل كتير هيعلى السكر في دمي، بس انا عامله له ومحافظه عليه الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حضره النبي. ايه تاني بقى؟ جبت كيلو رز، وانتوا عارفين ان شكاره الرز خلصانه من عندي، ولسه ما جبتش رز والله العظيم لغايه دلوقتي. الكيلو الرز كان فيه ب21 وب22، جبت من ابو 22 عشان بيبقى احسن، يعني بيستوي يعني بيبقى بيرمي اكتر من ابو 21. الحبايه بتاعته بتبقى عريضه وبيرمي اكتر. ماشي كده. جبت حزمه الملوخيه دي نص كيلو، الحزمه على بعضها دي نص كيلو ب6 جنيه، الملوخيه ب12 جنيه النهارده. لحبايب قلبي اللي بيسالوا على اسعار بره مصر وبيحبوا يعرفوا الاسعار، ام ادم ومساره والناس الجميله الحلوه اللي بره مصر، حبايب قلبي ربنا يحفظكم يا رب ويردكم سالمين غنيين. جبت ايه تاني؟ انا جبت فينو برضو يبقى موجود عندي، وجبت بقالي كتير ما جبتش عيش سن، جبت رغيفين برضو عشان ساعات العيش بيخلص من عندي، وبضطر ان انا ايه ادور على اي حاجه كلها. ما باكلش انا الفينو زيهم على فكره، الا نادرا جدا. جايبه العيش السن الرغيف بجنيه، هو بيبيعه بالوزن بس انا قلت له اديني رغيفين مع الفينو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله بقى بكره باذن الله هعمل الملوخيه دي مع الفراخ. الفراخ انا مسجله لكم الفيديو اللي فات بيها، اما كنت جايباها ومصوراها معاكم. كنت جايبه الفرختين كانوا قاطعين 355، كانت الفرخه 2 كيلو ونص تقريبا. فانا عندي في الفريزر الفراخ هعمل منها بكره مع الملوخيه ان شاء الله، واعمل الباميه الويكه عليها، واعمل شويه سلطه وشكرا على كده. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومش عارفه بقى اعمل جنبها سلطه ولا بتنجان مخلل، اشوف التلاجة لو فيها بتنجان هعمل. وجايبه القطه دي برده تبقى عندي للرف للسلطه بقى لاي حاجه تبقى موجوده. وعندي برده شنطه قطه في التلاجة اللي كنت مصوره معاكم الفيديو اللي فات، لو هعمل مثلا طبيخ او هعمل حاجه. اللهم صل على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. انا لسه جايه من عند ماما، وهطمنكم برده على هاجر. المفروض ان النهارده كانت هاجر تعمل الاشعه بتاعه المسح الذري. كنا احنا خلاص متفقين مع المركز الاشعه، حاجزه قبلها بيوم. يعني انا حاجزه امبارح مع كايرو سكان اللي هو في الف مسكن، ان احنا نروح نعملها ان شاء الله النهارده. بس اتصلوا بينا النهارده قالوا لنا الجهاز عطلان.
استنوا مننا يوم السبت، هنأكد عليكم او انتوا اتصلوا علينا يوم السبت شوفوا الجهاز اتصلح ولا لا. رجعنا بقى اتصلت بيهم انا تاني، طب ما فيش مكان بديل تاني؟ قالوا لنا على مكان بعيد جدا في المهندسين، بعيد عننا جدا قوي، ما فيش الا مركزين اتنين للمسح الذري على الغده الدرقيه، اللي هو الكايروسكان اللي في الف مسكن والكايروسكان اللي في المهندسين. طبعا المهندسين انا قلت هستنى لان بعيد قوي علينا وهتاخد وقت مننا جدا وكده، فقلت هخليني في تبع الالف مسكن عشان يعتبر قريبه مني شويه، فانا هستنى يوم السبت ان شاء الله ما يكون الجهاز اتصلح. يا لولا يا لولا، تعالى اقول لهم حطوا لايك لماما يا لولا. فان شاء الله ربنا كريم ويطمني عليها ان شاء الله. ربنا قلت لها بقى النهارده، احنا النهارده كنا عند ماما وانا لسه جايه انا وولادي، وانا قاعده هناك بقى اقول لهم حطوا لايك لماما، حطوا لايك لماما. ايدك هتخش على الباميه على طول. قول لهم اعملوا كومنت حلو لماما. اعملي كومنت حلو لماما. ماشي. انت هتاخد من القطه حبيبي وانا لسه ما غسلتهاش ولا عملت حاجه؟ حطي يا حبيبي القطه، حطي يا بابا، لازم بلال يحط بصمته في كل حاجه بجيبها. روح اغسلها الاول، اغسلها الاول وبعدين كلها. شاطر يا بلال شاطر. ده بلال ده الحته الجوانيه يا جماعه، والله هو اللي مدي الحياه طعم كده، طول ما قاعد يبوس فيا ويطبطب عليا. مالك يا ماما زعلانه ليه؟ لو لقاني زعلانه ولا معيطه ولا حاجه، مالك يا ماما معيطه ليه؟ يقعد يبوس فيا، اقول له يا بلال انا مش معيطه ولا حاجه، وانا ببقى معيطه اقول له يا بلال مش معيطه ولا حاجه، وانت زعلانه عشان هاجر؟ اقول له لا يا حبيبي انا مش زعلانه. بلال بقى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا ربي من غير مقاطعه. اللهم صل على النبي. بنت خالتي قالت لي في استشاريين كبار والله العظيم للعظام في التامين الصحي، فانا قلت برضو هعمل لبلال التامين الصحي لاني ما عملتوش، بس هدور له النهارده على الصور ان شاء الله في الدولاب، ادور له كده على اشوف كان في صور ليه وهو صغير في كي جي 2 ولا كي جي 1 تقريبا بتاعه التقديم كي جي 1. لو ما لقيتهاش هضطر ان انا اصوره واعمل له تامين صحي ان شاء الله عشان بقى ينفعني. هكشف عليه في العظام على رجليه زي ما انتم عارفين ان شاء الله، واكشف على المسالك البوليه عنده عشان عنده املاح عاليه قوي من كتر اكل الشيبسيات والحاجات دي، والاطفال في السن ده فعلا والكاريتات والحاجات دي. وبياكل معاه جبنه قديمه كتير، فكل دي عملت له املاح. هو اصلا من الاول كان عنده صديد واملاح، وجايبه العسل النحل الامتنان عشانه، البرطمان الصغير دوت اللي كنت مصوره معاكم اخر مره عشان اديله منه، والحمد لله ولا بياخد ولا بيعمل. ان شاء الله عايزه انتظم برده معاه عقبال ما اخلص كشف هاجر ان انا اروح ان شاء الله باذن الله عشان اجري بيه التامين الصحي عندنا عشان اعمل الورق بتاعه. بقى عندنا حوار، روحي المدرسه الثانيه اختمي من هنا واعملي الاجراءات الحكوميه، بتبقى رخمه جدا جدا. لكن هاجر انا طبعا عامله لها الاشعه، عامله لها في الخاص لاني مستعجله عليها. الدكتور قال لي اعمليها مستعجل خاص عشان حالتها يعني ان هي تعبانه شويه. فان شاء الله باذن الله هحاول يعني ممكن اعملها لها ان شاء الله على يوم الاثنين كده، يعني على ما يكونوا صلحوا الجهاز ان شاء الله ممكن على يوم الاثنين او يوم الثلاث باذن الرحمن يا رب دعواتكم. وبلال هاخده اكشف عليه زي ما انا قلت لكم بقى كده لما اخلص ورقه التامين الصحي ان شاء الله على الاسبوع الجاي باذن الله يا رب ما يجيبش حاجه وحشه. امشي بقى معاه واكشف عليه المسالك البوليه واكشف على عظامه واسنانه كمان فيها ضروس مسوسه، فربنا كريم ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون ان شاء الله عجبكم والاسعار استفدتوا بالاسعار، الناس اللي مش بتنزل والناس اللي من بره مصر بتحب تعرف الاسعار. واعملوا لايك للفيديوهات القديمه واعملوا لي تعليق حلو، يا رب ما يحرمني منكم يا رب، ويا رب يفرح كل اللي بيعملوا لايك على الفيديوهات واللي بيكتب لي تعليق حلو. وقعدنا انا وهاجر النهارده قرينا التعليقات الحلوه على الفيديو الاخير، قلت لها بصي كله بيقول لك اطلعي مع ماما، وبقيت فرحانه. اول ما نزلت الفيديو قلت لها تعالي اتفرجي معايا، بصي يا هاجر قبل ما انزل الفيديو بصي تعالي اتفرجي بس انت طالعه عامله ازاي، عشان ما يجوش يقولوا لي يا ماما امسحي الفيديو اللي انت نزلتيه، يا ماما امسحي الفيديو اللي انت نزلتيه. تعالوا اتفرجوا. قالت لي ربنا يخليكي ليا يا ماما، قعدت تبوس فيا. انا عندي يعني الحمد لله الحمد لله هاجر وبلال شويه طول ما هم قاعدين ما شاء الله لا قوه الا بالله يحبوا يبوسوا فيا ويبوسوا في ايديا. حبيبه بتقعد تبوس فيا بس اللي هو ايه يعني طول الوقت كده يعني ملهيه كده مع نفسها، من بعد ما بقت عروسه كده وكبرت بقت ملهيه مع نفسها. هاتي بوسه يا ماما، هاتي بوسه. لكن هاجر يوميا، بلال يوميا، بلال كل شويه يعني هاتي بوسه يا ماما، هاتي بوسه يا ماما. انا بفرح بالحاجات الحلوه دي. محمد انا اللي بروح له اقول له تعالى بص يا حبيبي واقعد احضن فيه. محمد طول ما هو قاعد دلوقتي في الاجازه على الجيمز بقى والالعاب اللي بيقعد يلعبها دي بيبقى ملهي، اقعد اطبطب عليه، اقعد انا ابص فيه. لازم نحنن قلبهم علينا، الحاجات دي يعني بتعمل ود ما بيننا وما بين عيالنا. ربنا يا رب ما يحرمكم من عيالكم ابدا ويخليهم لنا يا رب العالمين ويحفظهم ويجعلهم ذريه صالحه وبر ربنا يا رب العالمين.
يا رب ما اكونش طولت عليكم، بس انتوا والله بتوحشوني، وبفرح بالكومنتات الحلوه اللي انتوا بتكتبوها لي. شيروا لي القناه عشان القناه تكبر بيكم وتشجع وانزل فيديوهات، وجزاكم الله خيرا يا حبايب قلبي.